تيك ويز ماج وفيديو جديد من فيديوهات ازاي. والنهاردة هنشوف ازاي ممكن انك انت تضاعف سرعة التصفح من خلال البراوزر، يعني بمعنى اصح المواقع تتحمل معاك اسرع. طيب اول حاجة هدخل على السيتنج، تمام، وبعدين هدخل على واي فاي واختار الواي فاي اللي انا عامل عليه كونكت، واجي جنبيه ادوس على النقطة الزرقاء اللي على اليمين دي. تمام كده، وانزل تحت واجي عند كلمة الدي ان اس همسحه. تمام كده، وهكتب 8.8.8.8 وادوس سبيس، يعني اعمل مسافة، وبعدين هحط فاصلة. تمام، وبعدين اكتب 8.8.4.4. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ يعني وهرجع ادوس باك. تمام، على الاول بس خليه يعمل سيف، هتلاقيه فصل وعمل كونكت تاني. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ انت دلوقتي كل اللي انت عملته انك انت غيرت الدي ان اس اللي هو الدومين نيم سيرفر بتاعك على الدومين نيم سيرفر اللي هو البابليك بتاع جوجل. طب ايه لازمه دوت؟ هقولك ايه لازمه ده. لو انت مثلا هشرحها لك ببساطه، نازل رايح مشوار والمشوار دوت عارف الطريق بتاعه، هتوصل بسرعه عكس ما تكون نازل رايح مشوار ولسه هتنزل وتسأل وتشوف ايه الطريق اللي هتروح فيه. هي نفس الفكره. الفكره ان البابليك دي ان اس اللي جوجل موفره دوت هو ببلاش، عن طريقه بيبقى فيه زيك وغيرك اي حد بيستخدم البابليك دي ان اس دوت بيدخل على موقع مثلا زي الفيسبوك، موقع اخبار زي سي ان ان، اي موقع من المواقع دي. بمجرد ما بيتحمل مرة على الدي ان اس دوت، فانت خلاص يوم لما هتيجي تدخل على الموقع ده فهو انت مش هتدخل عليه لأول مرة، لا، فانت هتدخل عليه وهو اساسا متحمل، فسرعة تحميله عندك على الجهاز هتبقى اسرع. وهي دي الفكرة. فانت البراوزنج هتلاقيه معاك اسرع. طب ده معنى ان انا لو السرعة عندي 512 هتبقى 1 ميجا مثلا او 2 ميجا؟ لا، ده مش معناه كده، ولكن ده معناه ان الوقت اللي الجهاز بتاعك بيستغرقه عشان خاطر يريكوست ان هو يدخل الموقع ده وبعد كده يحمله ويوصل لغاية عندك، كل ده هيتلاشى لان هيبقى فيه قبلك اساسا حد خد الخطوة ديت وعملها. وهي دي فايدة البابليك دي ان اس اللي هتلاقيها ضعفت سرعتك بجد في المواقع اللي هتلاقي نفسك بتتصفح عليها، اللي هي اغلب المواقع اللي الناس بيدخلوا عليها. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا والشرح يكون عجبكم، وتابعونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تشانل واعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوز الجديدة. وشكرا لكم مرة تانية، وشكرا لفانسي iOS as a media partner.